السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. طبعا كلكم بتقولوا انت بتعملي ايه. عايزة اقول لكم هي حصلت معايا مشكلة كده، وانا قررت النهاردة ان انا اتصرف واعمل لكم بيها فيديو. طبعا كلكم عارفين ان انا عندي عصافير، اللي هي تعتبر اسمها كناريا، او مش عارفة اسمها ايه بالظبط، اللي هي عصافير الزينة يعني. تمام. العصافير كذا مرة تبيض، وممكن يعني تبيض 4 بيضات وما يعيش منهم الا عصفور واحد. عايزه اقول لكم هو لغايه دلوقتي ميت 2، وده كان على وشك ان هو يموت. فانا قررت لا، انا مش هخليه ان شاء الله يموت، وهاكله وهشربه كل حاجه. عايزه اقول لكم ان العصفور بيهتم بس باول عصفور بيخرج من البيضة، بيبدأ يهتم بيه، يأكله ويشربه. أي حاجة تيجي وراه بيبدأ يهمل فيه، وغير كده بيرقد عليه. عايزة أقول لكم العصافير بتموت، يعني هي بتبقى راقدة عليه، طبعا ما فيش أكل ولا شرب، فبيتخنق وبيموت. تمام. فده يعتبر كده تالت عصفور كان برضك هيموت، يعني 2 ماتوا قبل كده، وده كان اللي فاضل. فقررت اعمل ايه، عملت له اكل في البيت. تقدري برضك في بيتباع عند بتاع العصافير اكل جاهز، بيبقى مطحون في برطمانات كده لو انت هتاكلي اكل يدوي. تمام. فانا عملت الاكل ده في البيت. جبت نص بضايه مسلوقه، و بسكوتين بالظبط، تكون ساده، بسكوت ساده، وضربتهم في الخلاط مع ميه دافيه، بحيث ان القوام ما يبقاش ولا سايل قوي ولا تقيل قوي. بضربهم كويس في قلب الخلاط، وبعد كده ببدأ اجيب السرنجة وببدأ ااكل العصفور. هنا بقى طبعا العصافير حطيت لهم فرع نور زي ما انتوا شايفين كده على القفص من فوق، عشان لو الدنيا ليلت يبدأوا برضك لو عايزين ياكلوا ولا اي حاجة، او العصفور عايز ياكل العصافير اللي هي لسه مولودة دي، يعرف يشوف. تمام. بس طبعا على اخر الليل بقى ما بننام بشيل الفيشة خلاص. تمام. جبت لهم النهارده نص بيضايه كده، هرستها لهم مع الاكل اللي انا بحطه لهم، اللي هي الدنيبه والحاجات اللي هم بياكلوها دي، ودوبتها كده في قلب بعضها، وسبتهم بقى ايه ياكلوا. تعالوا هنا اوريكم بقى. حطيت كده لندايه من اللي هي الفرع دي جوه العش من جوه، عشان طبعا تبدأ تشوف اللي هي العصافير اللي هي لسه مولودة. تمام. هي كانت عندها والدة او بيضة 4 بيضات. تمام. 2 ماتوا، لا واحد مات، و واحد اللي انا مطلعاه بره، وده اول واحد هي بيضته، طبعا مهتميه بيه وبتاكله وبتشربه، عكس التاني. وفي لسه بيضايه ايه ما يعني ما طلعتش وكده. تمام. طبعا هي طول ما انا فاتحه القفص هي بتطلع بره، يعني بتخاف ان انا اجي جنبها. تمام. اهو ده هي اللي انا بقول لكم عليه، اللي هي مهتميه بيه. بصوا هي مأكلاه اهو، مأكلاه كويس. تمام. بتأكله من الاكل اللي انا بحطه لها اهو. اهو زي ما انتوا شايفين بدأ يكبر شويه عن الحجم اللي هو كان معايا. ده بقى الحجم اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو كان هيموت. بصوا ضعيف جدا. طبعا بصوا انا اكلته، بصوا الحصاله بتاعته اللي هي الجزء اللي هو الاصفر ده. تمام. وحطاه كده في منديل وسايباه بره، وقبل ما اطفي النور عليهم هحطه، بحيث ان هو برضك يتدفى جوه العش بتاعه. بصوا عايزه اوريكم ازاي يعني ايه. بصوا الحصاله بتاعته، مش عارفه هي باينه لكم ولا لا. اهو. انا ببدأ اعمل ايه، بجيب السرنجة بملاها شوية من الاكل اللي انا عاملاه، وببدأ احط البوز بتاع السرنجة، ببدأ ارفع المنقار بتاعه بالراحة كده، وببدأ احط بس السرنجة على ايه اول بقه كده، هو بقى بيبدأ يبلع معايا. تمام. هو كده شبعان، لان انا اكلته وهو كده خلاص مش عايز ياكل تاني، فمش قابل مني ان انا اكله تاني. فخلاص كده ببدأ بقى بالمنديل اشيل لو في اي اكل
نزل عليه ولا اي حاجه ببدا ايه امسحه كده بالراحه. ايدي طبعا بتبقى خفيفه عليه لان هو ضعيف جدا. اهو بصوا الحته الصفرا دي الحصاله بتاعته اهي اللي انا بشاور لكم عليها. تمام. هنبدا ايه ان شاء الله كل يوم ناكله لغايه ما تتابعوا برضو معايا الطريقه الصح ازاي نكبره بيها ونهتم بيه. تمام. هنا بقى خلاص هسيبه بقى على المنديل كده شويه اهو. لو في اي حاجه مطرح الاكل اللي انا اكلته له عليه بالراحه كده بالمنديل بنضفه بيها اهو زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم سبحان الله عامل زي البيبي اللي لسه مولود، اللي لسه ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه اهو. ده شكل الاكل اللي انا بقول لكم عليه. اهم حاجه ما يبقاش زي الميه ولا يبقى تقيل قوي بحيث ان انا اعرف اسحبه بالسرنجه وافضيه برضو بالسرنجه. تمام. ان شاء الله هتتابعوا معايا واحده واحده ما نكبره باذن الله، وهنبدا ناكله كل يوم. واقول لكم يعني ايه، لو عندك اي عصافير من دي ما تتكليش ان العصفور لو لقيتيه ان هو مهمل في يعني في واحد لا، اللي انت تلاقيه ما بياكلش او هي ما بتاكلهوش طلعيه بره واكليه انت، لان انت كده هتخسريه. لان هي كانت والده قبل كده وبرضك مات منها قبل كده بسبب برضو ان انا يعني انا اتكلت ان هي اللي هتاكل وكده، فطبعا ماتوا. معاش منهم اللي هو واحد اللي هي المره اللي قبل كده. فالمره دي بقى احنا مش عايزين نخسر ايه عصافير تاني. تمام. بصوا سبحان الله حاطط الجنح بتاعه على دماغه كده كأن بيبي صغير لسه مولود. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واستنوني الفيديو الجاي.